السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم على قناة صوت النساء. اليوم إن شاء الله كما عودناكم غنقدموا لكم واحد الطريقة هي سهلة وغادي تمكنكم باش تحصلوا على واحد المنتوج يعني سهل لذيذ اقتصادي وحسن 100,000 مرة من داكشي اللي كيتباع في السوق. ما فيه لا مواد حافظة، ما فيه لا مواد إضافية لا والو. المقادير اللي غنحتاجو باش نحصلوا على هذا الجبن في الدهن، يعني يمكننا ندهنوه يعني بكل سهولة والمنظر ديالو جميل، المذاق ديالو لذيذ. خصنا 3 لتر ديال الحليب كامل الدسم، وكذلك خصنا واحد الكمية ديال الخل اللي كتقدر تقريبا بتسعة المعالق، 9 معالق من الخل الأبيض. هادو هما المقادير اللي خاصينا. كما قلت لكم راه الطريقة سهلة واقتصادية. تبعوا معنا ان شاء الله الطريقة المراحل ديالها وجربوها نتوما ان شاء الله وغتنجح معكم، وانا متاكد انها غتنجح وانها غتعجبكم ان شاء الله. الطريقه هي انكم كتاخذوا واحد الاناء كبير وكتوضعوا فيه الحليب فوق العافيه، نار مهيله، وكتخليوه حتى كيقرب للغليان. بعد ذلك غادي ناخذوا الكميه اللي قلنا ديال الخل وغادي نضيفوها عليه. ونبداو نحركو بشويه بشويه ودائما على النار يعني مهيله. نحركو بشويه بشويه غنلاحظوا ان الجبن غيبدا ينفصل على الماء. نبقاو كنقوموا بعمليه التحريك والتقلاب حتى نلاحظوا بان كل الكميه ديال الجبن اللي كانت من قبل في الحليب انفصلت تماما على الماء. بعد ذلك غنبداو نصفيو الكميه ديالنا كامله من الماء. الكميه ديال الجبن اللي حصلناها غنضيفوا ليها واحد الكميه قليله ديال الملح غير باش نسمو، وكنعاود ناكد كميه قليله باش ما تغيرش الطعم الاصلي ديال الجبن وما يكونش عندنا الجبن مالح. موراها غناخذوا واحد الضراب كهربائي ولا يدوي ونبداو نحركوا داك الجبن علما انه يعني دافئ. غنبقاو نحركوا فيه بداك الضراب الكهربائي، نضربوا فيه مزيان حتى يتغير لنا الشكل ديالو، يعني المنظر ديالو المظهر واللزوجه ديالو غتتغير. لا لاحظنا خلال تضرب ان الجبن بقى ناشف، يعني كيبان لكم ناشف وما خداش ديك اللزوزه ما بغاش تنطق ليا اللزوجه المناسبه. غنضيفوا واحد الكميه قليله من داك الماء اللي شاط لينا من قبل ونبقاو نضربوا. وخلال التضريب حنا تنلاحظوا يعني المنتوج كي غادي يكون. نبقاو نضربوا حتى نحصلوا على الشكل يعني يكون نبقاو نضربوا حتى نحصلوا على الشكل كما كيبان لكم في الصوره جميل، يعني المنظر ديالو جميل ومشهي. نخلوه يبرد واحد شويه ونبداو نضيفوه في قنينات ديال الزاج عندهم غطاء. كما كتلاحظوا من المستحب ان هاد القنينات يكون عندهم الفم ديالهم وما يكونوش فيهم العلو بزاف باش يكون عندنا ساهل، يعني فاش من بعد فاش نبغيو نستعملوه يكون عندنا ساهل الاستعمال. نبداو نعمرو في الكيسان. كما كتلاحظوا هاد 3 لتر ديال الماء يمكن لنا من الحصول على 4 ديال الكيسان متوسطين الحجم ديال الفرماج، يعني بجوده جد عاليه، شكل جميل، مذاق رفيع، ملمس ما نعاودش لكم عليه. دابا تجربوا ان شاء الله ويعجبكم. هاد الكيسان غتوضعوهم في الثلاجه ليله كامله، ولا ما كنتوش زعما محتاجينه مباشره يمكن لكم ديروا اكثر، تخلوا يومين كاع في الثلاجه ماشي في الثلاجه باش ياخذ القوام ديالو المناسب ويعقد شويه.
كما تلاحظوا حنا غنجرب قدامكم يعني النتيجة النهائية اللي كنتمنى انكم نتوما تحصلوا عليها. جبن من طراز رفيع، خالي من كل المواد الإضافية، خالي من المواد الحافظة، يعني صحي 100%. خصوصا لا تمكنتم من الحصول على الحليب كامل الدسم طبيعي. لاحظوا معايا مزيان، كيشهي بالصحة والراحة. بصحتكم. كنتمنى ان هذه الطريقة تكون عجباتكم، جربوها نتوما بدوركم في ديوركم وبالصحة والراحة. الى اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله. وما نحتاجش نوصيكم، إذا عجبتكم الحلقة ضغطوا على زر لايك. ما تسجلش معنا على القناة مرحبا به يتسجل معنا. السلام عليكم.